اهلا بيك يا صديقي مره تانية. دلوقتي هشرح لك ازاي تقدر تفعل ملف ال 90 فريم، وكمان لو شاشتك بتدعم ال 120 فريم هتقدر تفعل 120 فريم من خلال شرح النهارده. طيب كل اللي عليك ان انت بتبدا تحمل ملف فتح قفل ال 90 فريم وال 120 فريم. بعد كده بتبدا تدخل على الملف وتلاقي عندك ملف التفعيل بتدخل عليه. بتلاقي عندك اول حاجه كده الالوان والجوده، وبعد كده تفعيل الحائن، وبعد كده تفعيل ال 90 فريم، وكذلك برضو ال 120 فريم. اول حاجه بتعملها بتبدا ان انت تخش على اول ملف وهو الالوان والجوده. طبعا بتلاقي من عندك من اول 360 بي لحد 700 بي. طبعا دي خاصه بالالوان والجوده والجرافيك بتاع اللعبه والكلام دوت. طيب ايه افضل حاجه انت ممكن تفعلها؟ يعني من 600 بي او 700 بي، طبعا بتختلف من تليفون للتاني، بس خليك في 600 او 700 بي افضل. تمام. هتبدا تخش عليها كده وتحدد يعني تعمل تحديد للكل كده، بتضغط على الايقونه الصفراء اللي فوق دي بتحدد معاك كل الملفات كده، وتقوم ناسخها جايب لها نسخ. تمام. وبعد كده بتقوم راجع كده رجعتين لورا، وبتقوم داخل على ملف الحائن، وبتجيب الملف اللي اسمه فايل يو اي فور جيم شادو تراكر. وبعد كده بتخش على السيفد. تمام. بتلاقي عندك بعد ما تخش على السيفد في ملف اسمه كونفيج بتخش عليه. بتلاقي عندك ملف اسمه اندرويد بتخش عليه، وبتقوم ضغط على الايقونه اللي باللون الاخضر، بيبدا ان هو ينسخ معاك كل الملفات بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعد كده بتبدا ترجع تاني ونيجي للملف رقم 2، وطبعا بيجي على الملف اللي هو يعني بتاع تفعيل ال 190 فريم وال 120 فريم. تخش عليه بتلاقي عندك ملف اسمه سوبر بلس وملف اسمه سوبر سلسة. طبعا الفرق بين الملفين الالوان، الجوده، الجرافيك، السلاسه، حاجات كتير جدا. طبعا على حسب برضو نوع التليفون، فما اقدرش انا اقول لك استعمل السوبر بلس او السوبر سلسه، لان انا ما اعرفش نوع تليفونك ايه، فما اقدرش ان انا اقول لك استعمل ملف معين. ولكن انت ممكن تجرب الاتنين عادي. انت مثلا هتخش مثلا على السوبر سلسه. تمام. انت تليفونك هتشوف الشاشه اصلا بتدعم كام فريم كحد اقصى. يعني انا شخصيا شاشتي بتدعم 90 فريم حد اقصى، فما ينفعش ان انا اروح افعل ملف ال 120. تفعل ال 120 امتى؟ لو انت شاشتك اصلا بتدعم 120 فريم. طيب شاشتك ما بتدعمش ال 120، تشوف شاشتك بتدعم 60 بتدعم 90. الشاشه مش اللعبه. يعني انت ما تحكمش على الشاشه بتدعم كام من اللعبه، لا. لو انت مش عارف الشاشه بتاعتك بتدعم كام فريم، روح على جوجل وابحث عن نوع التليفون بتاعك وشوف الشاشه بتاعتك بتدعم كام فريم. انا شاشتي بتدعم 90 فريم. بقوم داخل كده على ال 90 فريم، وبجيب الملف اللي اسمه اكتف ده بضغط له كده عليه ضغطه طويله واقول له نسخ، وبرجع كده ورا وبخش على الحائن، وبجيب فايل يو اي فور جيم شادو تراكر تاني، بخش على السيفد، بلاقي هنا ملف اسمه سيف جيمز، بخش عليه وبقوم ضغط على الايقونه اللي باللون الاخضر. طيب انت دلوقتي فعلت السوبر سلسة وحاسس ان الدنيا مش ظابطه معاك، ممكن تجرب السوبر بلس برضه 90 فريم سوبر بلس. تمام. الاتنين واحد. وبعد انت ما بتعمل الخطوات دي كلها بتعمل ايه؟ بتقوم راجع ورا تاني كده، وبتيجي على ملف الحائن تخش عليه تجيب الملف اللي اسمه فايل. طبعا احنا ضفنا الالوان والجوده وال90 فريم جوه ملف الحائن. بنخش بقى على ملف الحائن ونضغط عليه ضغطه طويله ونقول له نسخ. بعد كده بتجيب ذاكرة الجهاز، بتجيب اندرويد داتا، وهنا تبدأ تدور على النسخة بتاعتك بالشكل ده، وتخش على النسخة بتاعتك وتقوم ضغط على الايقونة اللي باللون الاخضر وتقول له تطبيق على جميع الملفات. زي ما انت شايف كده كده نقل الملف وفعل معاك. وزي ما انا قلت لك لو السوبر سلسة ما ظبطتش معاك ممكن تجرب السوبر بلس. وبكده بقى انا وصلت لنهاية شرح النهارده، وبكده تكون انت قدرت تفعل 90 فريم او ال 120 فريم على حسب نوع الشاشة بتاعتك. سلام.